إلى جينا نتبعو تسلسل الأحداث لما وقع قبل وقوع الواقعة وخروج الناس إلى الشارع، وبتعبير أدق جينيراسيون زد، خاصنا نرجعو شوية اللور ونذكروا أهم الأحداث اللي خلات الناس يفقدوا الثقة، يفقدوا الأمل، ويلتفوا حول شباب خرجوا بتظاهرات سلمية مطالبين بالإصلاحات في الصحة، التعليم، وإسقاط الفساد. مرحبا بكم في صحافة المقهى. بتنسوش ديروا جيم وتشاركونا بالآراء ديالكم وتشاركوا في القناة. يلا نبداو. وحسب تحليل بعض فلاسفة المقهى، هاد الأحداث السبب ديالها بدا منذ زلزال الحوز، اللي ولينا نشوفوا خوتنا في الجبال طالعين في 3 سنين ومازال بلا مأوى. كل شي ساهم، واللي ما عطى الكثير عطى القليل، حتى تجمعات ما يقارب 22 مليار درهم في صندوق تدبير آثار زلزال الحوز، من بينها 16.73 مليار درهم تبرعات من مؤسسات وأفراد، و5.25 مليار درهم من الميزانية العامة. وفي نفس الوقت المفروض تكون فيه الحكومة خادمة للشعب. كاين اللي كيشوف أن بعض المسؤولين في حكومة عزيز أخنوش جمعوا بين السلطة والثروة. هادشي خلق نقاش واسع على تضارب المصالح، واش ممكن الوزير يكون رجل أعمال كبير في نفس الوقت. أما مثال اللي كيتردد بزاف وهو صفقة تحلية مياه البحر الدار البيضاء اللي ربحتها شركات من مجموعة أكوا اللي كيترأسها عزيز أخنوش نفسه. هاد الصفقة اللي بالمليارات خلت الناس كيتسائلوا واش فعلا كانت منافسة نزيهة ولا المنصب الحكومي عطى الأفضلية. من بعد كاين ملف شركة إفريقيا غاز اللي بقات كتحصل على صفقات كبيرة مع الدولة في مجال المحروقات. الناس كيشوفوا أن رئيس الحكومة اللي هو في نفس الوقت مالك شركة من هذا الحجم ممكن يكون في موقع تضارب المصالح. كاين حتى بعض الحالات اللي فيها دعم مشاريع لأشخاص من نفس الحزب، حزب التجمع الوطني للأحرار مثلا، دعم مالي كبير لمشروع الصيد البحري في الداخلة واللي المستفيد منه قيادي في الحزب، وهذا خلى بزاف ديال العلامات استفهام. وكذلك بعض التعيينات داخل الحكومة فيها الناس عندهم شركات ومصالح تجارية، مما زاد الشكوك في استقلالية القرار الحكومي. كل هذه الأوضاع زادت من تأجيج الحياة الاجتماعية وخلت الناس يخرجوا بكثرة. وهنا يضيف شخص آخر من أهم الأسباب اللي خلت الشباب توتر الأوضاع ديالو مع الحكومة، وهو موضوع الماطر والسيلاندرات 49 اللي خلى الناس تستاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبكثرة، دفع الحكومة إلى التوقف لكي لا تتطور الأوضاع، لكن للأسف تطورت فيما بعد. وفي الآخر كتجي النقطة التي أفاضت الكأس، وفاة 6 نساء في مستشفى أكادير. هنا الناس بدات كتطرح الأسئلة، والصحة ديالنا وصلت لهذا المستوى، والتعليم في المرتبة 154 من أصل 218 دولة، لكن اهتمامات الحكومة بعيدة كل البعد عن إصلاح هذه المجالات، واهتمت بكرة القدم. إليكم بعض الأمثلة: بناء ملعب بن سليمان بسعة تقريبا 115 ألف متفرج بحوالي 5 مليار درهم، 500 مليون دولار تقريبا، وتأهيل 7 ملاعب: مراكش، أكادير، فاس، الرباط، الدار البيضاء، وبناء ملعب جديد في بن سليمان بحوالي 20 مليار درهم للمجموع. والمرحلة الثانية من مشروع ملعب الحسن الثاني الكبير بالدار البيضاء بقيمة 3.2 مليار درهم، حوالي 320 مليون دولار. وصيانة وتطوير 5 ملاعب كبرى: طنجة، الرباط، مراكش، أكادير، وفاس، حوالي 363 مليون دولار. وفي الختام تظهر مظاهرة المغرب الأخيرة قوة الشباب وقدرتهم على التعبير عن مطالبهم عبر الساحات العامة ووسائل التواصل الرقمي. هذه الاحتجاجات ليست مجرد ردة فعل على حادث معين، بل هي صرخة لإصلاح التعليم
وتحسين الصحة العامة ومكافحة الفساد. المستقبل يحمل تحديات كبيرة، لكن مشاركة الجيل الجديد ومطالبه الواضحة قد تكون شرارة لتغيير حقيقي إذا استجابت السلطة بشكل جاد وفعال. ونتمنى من المظاهرين الذين يقومون بتخريبات أن يعيدوا النظر فيما يفعلونه، لأن القانون واضح في هذا: السجن لكل من يخرب. وحفظ الله بلادنا وأدام علينا نعمة السلم والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.